تعرف ايه عن ابليس غير انه شيطان؟ قبل ما تجاوب النهارده جايب لك قصته من بدايتها لنهايتها، وبعد ما تسمع القصه للاخر ارجع فكر في اجابتك تاني. وعشان نبدا قصه ابليس هنرجع بالزمن لورا 3000 سنه من قبل ما البشر ما يتخلقوا، وفي الزمن ده تحديدا ظهر مخلوق على الارض كان اول كائن مخير، وكان عنده عقل وكان مسؤول عن قراراته. والمخلوق ده كان اسمه سوميا، وكان سوميا جن، والجن مخلوق من نار. وسوميا ده سيدنا ادم كان مسميه ابو الجن. وسوميا دعا ربنا انه يديله قوه خارقه، زي انه يعدي من جوه الحاجات، يختفي، يطير، والحاجات بتاعت العفاريت دي. فربنا استجاب له دعائه واداله اللي هو عايزه. وبعد كده ربنا خلق له انثى وبداوا يتكاثروا، ولمده سنين زاد عدد الجن، وكانوا عايشين بيعبدوا ربنا على الارض، وكانوا بيأدوا كل العبادات. وبعد سنين كتير يموت سوميا، وهنا تبدأ القصة الحقيقية. بعد موت سوميا ظهر جيل جديد اغلبه فاسد، وكانوا بيكرهوا بعض لدرجه ان قام بينهم حروب كانت بتدمر الارض. مفيش كائن كان عايش على الارض ما اتاذاش من الحروب دي. وما اكتفوش بالحرب وان هم بيدمروا الارض بس، دول كمان بعدوا عن عباده ربنا، واتقسموا ل7 ممالك، لكل مملكه ملك، والملك ده كان بيبقى اقوى واحد في المملكه. ومن كتر فسادهم والدمار اللي حصل بسببهم ربنا بعت الملائكه عشان تهاجمهم. ومش زي ما هتفكر دلوقتي، مفيش ربع مقارنه بين قوه ملاك وقوه جن. الملائكه اكيد اقوى بكتير جدا. ربنا بعت الملائكة علشان يخلصوا من الجن. فالجن بدأ يستخبى في المغارات والصحاري والبحار، والأماكن اللي قلتها لك دي هي اللي دلوقتي بيتقال عليها أماكن مسكونة. ورغم كل الفساد ده كان فيهم صالحين لسه وبيعبدوا ربنا، وكان منهم جن مميز ومحافظ على عبادة ربنا لسه، وكان كمان بينصح الباقي ان هم يرجعوا لربنا ويوقفوا الحروب اللي بتحصل. فالملائكة لما نزلوا الأرض أخدوه معاهم وطلعوا بيه السما، وكان اسم الجن ده عزازيل. وطلع عزازيل مع الملائكة للسما، وكان ليه شأن كبير لأن هو الوحيد اللي كان مخير وكان ليه عقل يعمل اللي هو عايزه، واختار يقرب من ربنا. فربنا كافئه خلى عنده أجنحة زي الملائكة. ومش كده وبس، ربنا اداه ملك السما والأرض واللي بينهم كمان، وكل ده تشريفا ليه علشان هو اختار ربنا وما عملش زي الباقي. وفضل على الحال ده سنين كتير جدا، لحد ما في يوم ربنا أمر الملائكة ان هم يجمعوا تراب من كل حتة في الأرض. وكل حتة في الأرض دي معناها ان هم جابوا الصالح والفاسد. وبدأ ربنا يخلق مخلوق جديد محدش عارف عنه أي حاجة، لا ملائكة ولا عزازيل. والمخلوق ده بعد ما ربنا عمله كان جسم عملاق وما فيهوش روح لسه، وكان الجسم العملاق ده سيدنا ادم، وكان طوله 45 متر. وهنا الملائكه سالوا ربنا انت ليه بتخلق مخلوق جديد؟ واللي انت خلقتهم قبله دمروا الارض ودمروا نفسهم. وفضل سيدنا ادم لسنين طويله على الحال ده لحد ما ربنا نفخ فيه الروح. ولحظه دخول الروح لجسم سيدنا ادم بدات الحواس تشتغل عنده. وفي اللحظه دي ربنا امر كل الملائكه تسجد له، كله سجد له الا عزازيل، لان هو مخلوق من نار وده مخلوق من تراب. فشاف ان هو احسن منه بكتير، فمش هيسجد لحد من وجهة نظره اقل منه بكتير. وهنا ربنا لعن عزازيل وراحت هيئته الحلوة وبقى شكله متوحش، وبقى اسمه من اللحظة دي ابليس. ومعنى كلمة ابليس يعني المطرود من رحمة الله. وفي تفسيرات تانية بتقول ان معناها الشيطان. وهنا تفسير العلماء اختلف في حتة ان الجنة اللي كان فيها ادم مختلفة عن الجنة اللي احنا كمسلمين ان شاء الله هندخلها. ولكن رغم كل ده سيدنا ادم ما كانش مبسوط عشان كان وحيد، فربنا خلق له حواء وبدأ حياة جديدة وسعيدة. وربنا امرهم امر ان هم ياكلوا من كل ثمار الجنة الا شجره واحده ما يقربلهاش خالص. وفعلا فضلوا سنين طويله على الحال ده لحد ما ابليس اتدخل وقرر انه يستخدم قدراته الخارقه في الوسوسه. وحاول كذا مره ان هو يدخل الجنه وما كانش عارف، وحاول مع كل الحيوانات اللي بتدخل الجنه ان هو يدخل جسمها ويدخل معاهم الجنه. كل الحيوانات رفضت الا حيوان واحد، والحيوان ده هو الحية، ونجح فعلا ان هو يدخل معاها. وربنا اكيد كان شايف كل ده بيحصل، بس اعتبره اختبار لسيدنا ادم عشان يشوفه هيعمل ايه. ودخل ابليس الجنة وقعد يوسوس لسيدنا ادم عشان ياكل من الشجرة، لكن سيدنا ادم رفض، وابليس حاول برضه مع حواء وبرضه رفضت، لحد ما جات له فكرة وقال لهم ان لو اكلوا من الشجرة دي هيتحولوا لملائكة وهيكونوا خالدين. ادم رفض، بس حواء عجبتها الفكره وقعدت تقنعه ان هم يعملوا كده فعلا، وفعلا عرفت تقنعه واكلوا من الشجره. وبعد كده ربنا امر ان ادم وحواء وابليس ينزلوا الارض كعقاب ليهم. وباقي القصه انت اكيد عارفها. وكده نكون وصلنا لاخر القصه. فقول لي في الكومنتات لو في حاجه في القصه دي انت ما كنتش تعرفها قبل كده، وما تنساش اللايك وتشترك وتفعل الجرس. وبس يا زميلي، سلام.